ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت ابدا لكم من الاخير عشان تشوفوا جمال اللوك، وده يحمسكم اكتر ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر. طبعا الفتره اللي فاتت كلها كان في اكتساح رهيب للالماس والجليتر واللولي بتدخل في اللوكات يعني. فاحنا كمان لازم نواكب كل حاجة، ولازم نعمل كل الجديد علشان تستفيدوا وتشوفوا كل الجديد. اللولي ده يا بنات دي بالت من استنى هقولك من استنى هفتكر بس البراند بتاعه واقول لكم. حلو قوي على فكرة، ده من غير لزق ولا اي حاجة، مباشرة من البالت على العين على طول، من غير اي جلو ولا اي حاجة. تمام. زي ما انتم شايفين كده اللوك كان سموكي. حركات سحبة العين، اللون الاسود مع النبيتي كان عامل بوم حلوة قوي. هيعجبكم قوي. سوري، البالت بتاعت اللولي دي من شي ان على فكرة، افتكرت. حابه اوريكم البالت يعني قدامكم لما اعمل لوك جديد، فحابه اوريه لكم يعني عشان تشوفوه. زي ما انتم شايفين كده بنات، اللوك عظمه. تيجوا يلا بينا نروح نشوف التفاصيل بتاعته وتركاته وحركاته، بس اوعوا تفوتوا لقطه واحده من الفيديو الجامد ده. تمام، يلا بينا يا بنات. واللي لسه ما حطتش اللايك بتاعها والكومنت والكلام الحلو اللي زي العسل اللي بيفرحني، يلا تحطوا ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. ادي القمر بتاعنا كده قبل ما نعمل اي حاجه خالص. تمام. وهنبدا دلوقتي. طبعا انا بطلت اعمل لكم التركات الاولانيه، بس طبعا هنرجع نعمل تاني، بس يعني عارفين ان انا يعني مش عايزين نغلس عليكم قوي في التفاصيل الاولانيه. انا ببقى حابه احطها عشان تستفيدوا، ولكن شويه كده وشويه كده. حطينا وزعنا البلاشر الكريمي والكونتور. البلاشر كان من روزبيري، الكونتور من كيرولان، الكونسيلر من إليست، والفاونديشن برضو كان من إليست. انا عاجبني قوي على فكره الفاونديشن بتاع إليست، والكونتور بتاع والكونسيلر. طبعا زي احنا متعودين يا بنات، احنا بندمج كل حاجه في مكانها، وبعد كده بنبدا نطبطب بالبيتي بلندر عشان ندمج كل الحاجات ببعضها. تمام. تمام جدا. شايفين؟ بصوا كله ده دلوقتي هيدمج ببعضه، وهتحسوا ان الحكايه حلوه قوي. شكلها ناتورال جدا، مش هتحسي ان في تقطيعات ولا تقسيمات في الواجهه اصلا، زي ما انتم شايفين. تمام. تمام جدا. يلا يا بنويت اللي لسه ما حطتش اللايك والكومنت بتاعها، يلا تكتب كلمه حلوه لماما هاله، وتعمل لايك جميل سكر. وبحبكوا قوي. تمام، ميرسي جدا يا بيبو حبيبي. تمام. بعمل بدمج كده بالشكل ده بالفرشه. الفرشه لازم تكون كابوكي. وبدمج كل حاجه في مكانها. تمام. تمام جدا. نخش على اللي بعده يا بنات. يلا حبايبي نخش على اللي بعده. لو فاتكوا لقطه في اللوك ده والله انتوا اللي هتزعلوا قوي بجد. لوك انا كنت امبارح بجد كنت مبسوطه قوي بيه، وكان عاجبني جدا التفاصيل بتاعته. وعايزه اقول لكم على حاجه، صدقوني بجد ساعات معظم الحالات انا ما ببقاش محضره انا هعمل ايه. هو الوحي اول ما بينزل بتلاقوني يطلع حاجات حلوه قوي. طبعا انا نزلت لوكات الالماظ او اللولي اللي في اللوك، ولكن ده كان من اللوكات الحلوه اللي حبيتها. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بدمج الكونسيلر بالبيوتي بلندر بتاعتي الصغيره اللي هي مبلوله، علشان اوزعها على الوجه. حلو حلو طبعا. اللي وصلت معايا لغايه الحته دي التركيه دي تقول لي حلو طبعا. تمام.
شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ جبت البيوتي بلندر بتاعتي الكبيره الحلوه القمر دي بالحته النظيفه. شايفين ايدي خفيفه جدا جدا على الاطراف بتاعه الكونسيلر وبتاعه الكونتور وبتاعه البلاشر، على الاطراف بس بدمج الحاجات ببعضها. يعني انا عايزه احافظ ان الكونسيلر بتاعي يبقى واضح، البلاشر يبقى واضح، ولكن مدموج في قلب بعضه، ما يبقاش عندي فواصل، ما يبقاش عندي خطوط عريضه شايفاها زي ما انتم شايفين. تمام، حلو قوي. اروح واجي وابص على المرايه واتاكد ان انا خطواتي كلها حلوه كده. بعد ما انا خلصت هبدا اعمل ايه يا بنويت؟ انا بثبت الفاونديشن بتاعي باللوس باودر بتاعه كيرولان. رائعه جدا جدا اللوس باودر دي يا بنات، حلوه جدا جدا، كل اللي جربها عارف قد ايه. طبعا هي هاي اند. عايزه اقول لكم بقى البديل الارخص بتاعها اللي هو تجيبيه وانت مطمئنه جدا ولو بتشتغل العروسه، اريسبون سعرها كويس جدا والخامه بتاعتها رائعه جدا. فلو ما فيش امكانيه كيرلان يبقى تجيبي مين؟ تجيبي اريسبون. طبعا لازم أأمن نفسي جدا لان انا هشتغل سموكي يعني كله بقى اسود على نبيتي على درجات غامقه، فانا لازم أأمن نفسي ما يحصلش فول اوت. في شويه ماتيريال جديده بشتغل عليها دلوقتي وهقول لكم رايي فيها بمنتهى الصراحه. تمام، هسحب بالشكل ده. تمام، تمام جدا. خلاص ثبت شعر الحواجب بالشكل ده. في تركايه هنا عملتها في الحواجب يا بنات، بصوا انا اعتبرتها ان هي تركايه حلوه، هقول لكم عليها ولو عجبتكم نفذوها. تمام، انا بحدد شكل الحاجب بالشكل ده من الكونسيلر بتاع إليست. بشرب القهوه بتاعتي معاكم. تمام، وزعت بالشكل ده وهبدا اطبطب بالبيوتي بلندر بتاعتي الصغيره. حلو حلو طبعا اكيد حلو. يلا اكتبوا لي بقى اكيد حلو. طبطبت بالشكل ده. طبعا التركيه اللي انا دايما بقول لكم عليها يا بنات، لو انت هتعملي لون سموكي بيتي ازرق ايا كان درجات قويه ومحتاجه ان انت تثبتيه قوي ويبقى واضح الدرجه، اشتغلي على الكونسيلر على طول. انت كده لما بتطبطبي انت بتشيلي الزياده وبتديله نعومه، بيبقى زي سوفت كده. فزي ما انتم شايفين كده هبدا على طول ادخل بالدرجه النبيتي. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بطبطب مش بمسح. شويه كده هبدا امسح لان انا هبقى اتاكدت ان انا خلاص ثبت بالشادو. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي بالدرجه النبيتي زي ما حضراتكم شايفين. اتاكدت انه انا ثبت بالاي شادو. طبعا دي مش نهايه اللوك، استنوا بس التفاصيل اللي جايه حلوه قوي 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 هتعجبكم. شايفين انا بعمل ايه؟ ببدا احط في الجزء اللي تحت لو معايا طبعا الشادو كتير في الفرشه بحطه في الجزء اللي تحت، وبعد كده ببدا اسحب على فوق بشكل بسيط جدا ولايت خالص علشان ما تتكاش. انا بقى عملت ايه هنا؟ جبت فرشه تانية فيها لون نود، وطبعا زي ما شايفين على الهوا، عارفين يعني ايه على الهوا؟ يعني انا مش عايزه احرك الماتيريال بتاعتي اللي تحت، وبدمج اللون النبيتي باللون النود علشان انا مش عايزه اقفل تحت الحاجب خالص.
شايفين؟ وبسحب الشادو على بره. تمام. انا كده بشتغل براحتي و بقلب جامد، لان انا خلاص انا كده اوريدي ثبت الكونسيلر بتاعي بالشادو. لوك عظمه يا بنات، كملوا الاخر. رجعت تاني باللون النبيتي بتاعي، هبدا اسحب الشادو بتاعي على بره. شايفين انا بعمل بقلب جامد، فاهمين؟ اللي هو انا خلاص اطمنت انه اللوك بتاعي اتثبت او الشادو بتاعي بقى ثابت. يعني اي حركه انا هعملها مش هيحرك اي حاجه تحت اللي هي يعني كونسيلر او اي شادو او اي حاجه. تمام. تمام جدا جدا. شايفين العظمه يا بنات؟ شايفين الحلويات؟ بس انتوا حاسين ان انا في حاله زي ما بنقول كده ايه، في حالة انتعاش في شغلي، او مش انتعاش في شغلي، يعني متحمسة قوي ان انا اعمل لوكات كتيرة واشتغل اكتر. تمام. هبدأ اجيب الدرجة الاسود دلوقتي، وهبدأ احط على الجزء بتاع العين الجفن المتحرك، بس في الجزء ده بس. تمام. احتفظت بالنبيتي بتاعي اللي حطيته. شايفين انا عملت ايه؟ حطيت الاسود وابتديت ادمج النبيتي بالاسود، واسحب بقى ايه خط الشادو على بره. اللوك ده بنات انا مش هحط له ايلاينر، ولكن هتشوفوا هيبقى عامل ازاي. شايفين جمال اللوك؟ والله تاني يا بنات، اللي بتشوفوه على الفيديوهات او التصوير والله اقل كتير من الحقيقه. على فكره الحقيقه احلى بكتير. انا بحدد طبعا شكل الشيب بتاع العين، وده كومباكت باودر. طبعا اي حاجه انت بتحبيها، نوت بقى، ماك، اي براند انت بتحبيه اوكي. تمام. شايفين نضف ازاي الجزء اللي تحت العين؟ تمام. حلو قوي قوي قوي، عظمه. تسلم ايديا بجد، يعني ده حقيقي والله مش غرور بجد، بس انا يعني حابه الموضوع قوي. هبدا اعمل الحواجب. لو هتاخدوا بالكم بقى من الحواجب يا بنات، انا يعني مش هتقل ايدي قوي فيها. التركيه بقى اللي قلت لكم عليها، استنوا كده، مش عارفه هي اتصورت ولا ما اتصورتش، بس انا هقول لكم عليها. عندي قلم ايلاينر من فلورمار، وعلى فكره فلورمار ماركه محترمه جدا. فبعد ما وزعت الجل بتاع الحواجب من لاجيرل، هبدأ اعمل كام شعرايه على الحواجب من قدام، بس يعني كام شعرايه كده هرسمهم. هتشوفوهم دلوقتي، بس مش فاكره اتصورت الحته دي ولا ما اتصورتش، بس هتعجبكم قوي. يعني حافظت على شكل شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا ما رسمتش بالشعرايه دلوقتي، انا بس كل اللي فيه صبغت شعر الحاجب بالشكل اللي انتوا شفتوه. مسكت الفرشه، ما وقفتش الفرشه زي ما انتوا متعودين. ليه بقى؟ علشان انا هرسم شكل الشعرايه بالايلاينر بتاع فلورمار. تمام. تمام جدا. شايفين انا عملت ايه؟ تمام. تمام قمر قوي، حلو قوي. يا رب تكون اتصورت عشان تستفيدوا منها. ولو ما اتصورتش يعني في فيديو تاني ان شاء الله هوريها لكم. انا بقرب الكاميرا قوي عشان تشوفوا.
ده البالت كويس ان هي اتصورت. شايفينه البالت ده؟ البالت بتاع شي ان بتاع اللولي. بصوا مش محتاج ابدا لزق. شايفين؟ بصوا بيلزق حلو قوي. قصدي ان هو مش محتاج ان انت تحطي جلو، ولو خايفه حطي كام نقطه من الجلو بتاع الرموش بنقط كده. عارفين بايه؟ عارفين خله السنان؟ يعني لو الامكانيه مش جايبه قوي خله السنان، بتعملي كام نقطه في الاماكن اللي هتلزقي فيها اللولي او الالماس اللي انت عايزه تلزقيه، وبتلزقي عليه اللولي او الالماس. تمام؟ شايفين جماله حلو قد ايه؟ تمام جدا، ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. تمام. خلصت كده اللزق بتاع اللولي. تمام. تمام قوي. تمام يا بنات. كده هعمل ايه يا بنات؟ كده هلزق الرموش بتاعتي زي ما انتوا عارفين وشرحتها قبل كده يا بنويتي حلوين. طول ما الجلو اتشمع بتحطي الرموش في ثواني تلزق، ما تاخدش ثواني. شايفين؟ بصوا ما خدتش مني مجهود خالص ولزقت بسرعة. تمام. خلصنا لزق الرموش. تمام. تمام جدا. نخش على الخطوة اللي بعدها، اللي هي في الغالب هتبقى ايوه تقريبا انا بتاعه الحواجب تقريبا مش عارفه ما اتصورتش ولا ايه. عموما انا هعملها لكم مخصوص عشان تبقوا تشوفوها. كده بكحل العين من جوه. شوفوا بقى، انا كحلت العين من جوه، وده الكحل بتاع نوت، كحل طري جدا جدا وحلو قوي قوي. بعد ما كحلت من جوه هديها خط تحت خط الرموش من بره، بس تحت. شايفين انا عملته فين؟ تحت خط الرموش بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. تمام. بسحب على تحت، وطبعا هتشوفوا التركات اللي بعد كده اللي هتديني جمال وحلاوة اللوك بتاعي. شايفين؟ شايفين شكل العين دي من العين دي رغم ان هي لسه ما خلصتش، بس شايفين حلاوة اللوك جميل ازاي. هسحب طبعا العين من قدام. تمام. جبت ايه بقى دلوقتي؟ جبت فرشة فلات، وجبت الدرجة النبيتي، رشيت على الفرشة فيكس سبراي. طبعا برش على الفرشة فيكس سبراي عشان ما يحصلش فول اوت او يبقى اللون ضعيف، فانا برش عليها فيكس سبراي. شايفين اللون ثابت في مكانه، ما بيحصلوش تساقط على الوجه يعني. تمام. تمام جدا، حلو قوي. تمام 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 تمام. كده هكحل العين من جوه فوق زي ما انتم شايفين. بصوا، شفتوا انا عملت ايه؟ طبعا دي مهمه جدا التركيه دي. بصوا معظم الوقت انا مش بقدر اصورها لان البنات ما بتستحملش الاضاءه القويه ان هي ترفع عينها وبتاع، بس طبعا انا بعملها بس مش في تحت اضاءه. ده الايلاينر يا بنات بتاع فلورومار. انتوا عارفين ان انا متحيزه جدا لمحمود سعيد، ولكنه ايلاينر حلو قوي. سواده مش حالك قوي زي محمود سعيد، بس ولكنه ممتاز يا بنات. فرشته رفيعه جدا، سواده مقبول جدا، فهاتوه هيعجبكم. هو نفس الايلاينر ده اللي عملت بيه الكام خط اللي على الحواجب. كده انا جبت ايه يا بنات؟ انا جبت كونسيلر، حاجه خفيفه خالص. بنضف تحت الايلاينر، وكمان هحط عليه اي حاجه جليتر، شيمر، هايلايتر. جبت من هايلايتر اخرى،
وبثبت الكونسيلر وفي نفس الوقت بدي اضاءة تحت العين. تمام يا بنويت؟ اللي حاسه ان هي مبسوطه وفاهمه ومستفيده تكتب لي في الكومنتات، عشان ده فعلا بيفرحني. انا مش عايزه اقول لكم مدى سعادتي لما بشوف تعليقات ايجابيه فيها كلام حلو ودعم. شايفين العين عامله ازاي؟ بصوا شكل العين دي وشكل العين دي. انا اتعمدت اصور الفيديو ده علشان تشوفوا شكل العين دي. بصوا بصوا وبصوا على شكل العين التانية. شايفين مساحة العين رغم ان الالوان غامقة، ولكن مساحة العين كانت حلوة قوي. كده هبدأ انور تحت الحاجب. خدتوا بالكم من الشعريات اللي في الحاجب؟ هصورها لكم مخصوص ان شاء الله باذن الله. لو قدرت اصور فيديو النهارده هصورها لكم مخصوص بجد عشان تشوفوها. تمام. تحت الحاجب. تمام. نورت كده بالهايلايتر بتاعي تحت الحاجب، وهبدأ دلوقتي احط البلاشر بتاعي. البلاشر بتاعي ده من كاركتر، بلاشر حلو جدا كمان هيعجبكم قوي. تمام. بحط وبوزع على باقي الوجه ببواقي الفرشة، ادفي الوجه كله عشان يبقى فيه. شايفين انا بعمل ايه؟ بصوا 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 بصوا، بمشي على كل الوجه. تمام. حلو ما شاء الله جميل. هبدأ بعد كده اعمل الخطوة اللي بعد كده اللي هي اوزع الاضاءة بتاعتي. وطبعا انا شرحت لكم قبل كده اماكن الاضاءة بتاعتي اللي هي على الدقن، فوق تحت الانف، فوق الانف، على الجبين، وحوالين العين. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبرده كل ده بعد ما بوزع بايدي كده برجع بالفرشة بتاعتي اماتشنج على كل الخطوات بتاعتي. تمام. بذمتكم مش اللوك عجبكم؟ لا بجد يعني انتوا بجد مش فرحانين باللوك؟ وانا كمان فرحانه جدا باللوك ده وعاجبني قوي قوي قوي. ومبسوطه قوي بنتيجته. حلوه قوي ما شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون خدتوا معلومه حلوه تفيدكم. اتمنى طبعا اشوفكم دايما على كل خير الارض، دايما شاطرين متفوقين حلوين، اللي عندها هدف يعني بإذن ربنا تحققه، وبمجهودها وبتفانيها في شغلها برضو. هبدأ دلوقتي أنا كده بحدد شكل الشفايف. يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم دايما على كل خير الدنيا يا بنات. ما تنسونيش باللايكات والكومنتات والشير كتير بقى في كل حتة عشان غيرك يستفيد. باي باي يا أحلى بنويت في الكون كله. بحبكم كلكم 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 بناتي وحبايبي. ربنا يخليكم ويفرح قلوبكم جميعا، واشوفكم على كل خير. باي باي يا احلى سكر في الحياة. بس انا مبسوطة قوي باللوك.